السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد في قناة يوميات أسماء عدلي. طبعا أسماء زي ما معوداكم، طبعا أنا قناتي متنوعة، للي لسه أول مرة يشوف قناتي واللي متابعني عارف إن أنا نزلت بسلسلة فوائد وأضرار فواكه وخضروات. طبعا النهاردة بقى هنتكلم على فاكهة من ضمن الفواكه، الفاكهة اللي هي اسمها الكيوي. في كتير مننا مش بيحبها، بس اقدر اقولك فاكهة الكيوي دي معروفة بفاكهة اسمها فاكهة الملوك، يعني اكل الملوك. وطبعا اسمها الكيوي نسبة لطائر الكيوي اللي موجود في دولة نيوزيلندا، مشهور جدا في نيوزيلندا. وعايزة اوعدك انك انت لو سمعتي الفيديو للنهاية، للي مش بيحب الكيوي هيعشقه وهيموت فيه من بعد ما يسمع الفيديو، اضراره ومميزاته. يلا بينا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل. معانا النهاردة من أجل توعية المرضى والأصحاء، الفيديو النهاردة هنتكلم عن فوائد وأضرار الكيوي. وفاكهة النهاردة اللي هي الكيوي فاكهة مش عادية، لأنها فاكهة عبارة عن بحر من الفيتامينات والمعادن. ده غير طبعا طعمها الغريب اللي عبارة عن خليط من طعم الفراولة على الأناناس. تحسي كده وانت بتاكلي الكيوي واكله قطعه فراوله على قطعه اناناس مع بعض، تحسي مش قادره تميزي مياله اكتر لايه، بس تحسي الكيوي فعلا تعاطي على الطعمين دول مع بعض. ويلا بقى نبدا حلقتنا ونتكلم على اهم 10 فوائد في فاكهه الكيوي. يلا بينا. رقم 1، هو غني بمضادات الاكسده، وده بسبب ان الكيوي غني بفيتامين سي وفيتامين ه. فكل مضادات الاكسده دي هتقضي على الجذور الحرة، وبالتالي تحميكي من مرض السرطان، وتحميكي كمان من الأمراض المزمنة مثل طبعا الضغط والسكر والكوليسترول وخلافه. ورقم 2 من الفوائد، لو عايزة بقى تحافظي على نضارة بشرتك، كلي كيوي واشربي مية. وعايزة اقولك كمان ان حبة واحدة بس من الكيوي تمد الجسم من 85% من احتياج اليومي لفيتامين سي. ده غير انه كمان يحتوي على فيتامين ه اللي بيحمي الجلد من اشعة الشمس الضارة. ولو مش بتنامي كويس برضو، راجعي نظامك الغذائي ودخلي فيه فاكهة الكيوي، لانه بيحسن من جودة النوم نتيجة احتوائه على مضادات الأكسدة. رقم 4، لو عايزة تحافظي على صحة القلب والضغط، كلي كيوي لأنه غني بالبوتاسيوم. للأسف طبعا أكلنا كله ملح وصوديوم، فحاولي تقللي من الملح وتزودي في البوتاسيوم عشان قلبك يكون كويس وضغطك كمان مظبوط. رقم 5، بعض الدراسات بتشير إن الكيوي ممكن يحمي من بعض حصوات الكلى. رقم 6 والأهم قوي يعني الحماية من السرطان، لأنه زي ما قلنا قبل كده إن الكيوي غني جدا بالمضادات الأكسدة اللي هتقضي على الجذور الحرة، هي إحدى طبعا أسباب الإصابة بمرض السرطان. رقم 7، لو بتعاني من الإمساك أو عايزة تحمي نفسك من الإمساك، كلي كيوي لأنه غني جدا جدا بالألياف اللي هتحتفظ بالمية وتخلي فيه ليونة، بمعنى الكيوي ملين طبيعي جدا. خلي بالك مش الكيوي بس اللي فيه ملين طبيعي، ده فيه فواكه كتير جدا جدا، ويمكن اتكلمت عنها قبل كده في فيديوهات سابقة. في بعض كمان الفيتامينات مشتركة ما بين الكيوي وحاجات تانية في اللي انا اتكلمت عنها. اللي عايز يعرف بقية الحاجات اللي انا اتكلمت عنها طبعا هي موجودة على القناة. هتلاقي في حاجات كتير مشابهة، يعني موضوع ان هو يساعد ان هو ملين طبيعي للبني ادم يعني او للانسان، ملين طبيعي هو الكيوي، وفي حاجات كتير زيه. رقم 8 دي طبعا بتخص المرأة الحامل. طبعا لو انت حامل، عايزة اقولك ان الكيوي فيه نسبة عالية من الفوليك. الفوليك ده اللي بيحافظ على البيبي وهو في بطنك من التشوهات او من اي مرض. عرفتي بقى ان الكيوي مهم جدا 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 للمرأة الحامل، يعني انت حامل كلي كيوي علشان خاطر الحمض الفوليكي اللي موجود فيه. رقم 9، مفيد لصحة العظام. طبعا احنا اكترنا بيشتكي من العظام والهشاشة والكلام ده كله، فطبعا الكيوي مفيد جدا لصحة العظم، لان الكيوي بيوجد فيه فيتامين د والكالسيوم.
طبعاً هو معروف ان فيتامين د والكالسيوم دول اهم حاجة للعظام. اكد عليكم كمان زي ما قلت له اهمية للعظام، احنا كتير عندنا هشاشة، بتحميكي كمان من الهشاشة، ولو عندك هشاشة بتقوي عظمك، يعني عشان الكالسيوم زي ما قلنا والفيتامين د اللي موجود فيه. رقم 10 واخر رقم في الفوائد، وبعد كده هنتكلم في الاضرار. رقم 10 مضاد للالتهابات، لانه غني ببعض البروتينات اللي فيها مفعول قوي جدا كمضاد للالتهابات، ولذلك طبعا بيخفف من التهاب الامعاء. طبعا كده انا عرفتكم العشر فوائد الموجودة في الكيوي. طبعا انت لو تركزي في الفيديو من اوله لاخره هتلاقي طالعه بمعلومات كتير جدا عن الكيوي، يمكن في ناس كتير مننا ما تعرفهاش، وانا برضو في بعض حاجات برضو لسه اول مره اسمعها. لا، لو سمعتي فعلا الفيديو من اوله لاخره والفوائد اللي فيه فعلا مش هستغني عن الكيوي، طول ما هو موجود هتلاقي نفسك بتجيبيه ليكي ولولادك. وطبعا زي ما كلمتك على فوائد الكيوي لازم كمان اقولك على اضراره. ما ينفعش نعمم الحاجه لكل الناس ممكن تاكلها، في ناس ممكن تاكلها وتفيدهم، وفي ناس ممكن تاكلهم وتضرهم ضرر شنيع. فطبعا انا هتكلم على اضرار الكيوي كمان، ده للامانه، بمعنى ان هو ممكن يكون مضر لامراض معينه، في امراض معينه يقولك ممنوع فيها اكل الكيوي. نبدا ونتكلم على الاضرار. بالنسبه لمرضى الكلى، مش كلهم طبعا بعضهم، او بمعنى اصح يعني مش بيمنعهم خالص، بس يقول لهم بلاش الكثره من تناول الكيوي، لانه غني بالبوتاسيوم، والبوتاسيوم ده بيبقى مضر للكلى، بالاخص اللي هم عندهم حصوه الكلى. ولازم الدكتور يحدد لك انت تاكلي قد ايه، يعني مثلا ممكن يبقى ثمره واحده حلوه قوي، يعني مش لازم تاكلي بكثره، يعني اللي هم ما عندهمش كلى وان هو مفيد لجسمهم ياكلوا زي ما هم عايزين، بس مرضى الكلى ممكن ياكلوا ثمره واحده في اليوم. فاحنا نسمع كلام الدكتور في الحالة دي. وعايزه اقول لك كمان الدكتور بيحذر كل التحذير للي بياخدوا دواء السيوله، وانا يا جماعه من ضمن اللي بياخدوا دواء السيوله، فبلاش يا جماعه اللي بياخد دواء السيوله ياكل كيوي، بلاش خالص، يعني الافضل، لان الكيوي بيحتوي على فيتامين ك، وفيتامين كاف طبعا بيتعارض مع مفعول دواء السيوله. رقم 3 هنتكلم على بالنسبه للاضرار، الحساسيه، وخاصة حساسية الفم. طبعا مش كل الناس، في بعض الأشخاص بيجيلهم حساسية في الفم بسبب أكل الكيوي. حساسية الفم يا جماعة برضو نادرة جدا للحدوث، يعني مش كتير، يعني بقول بعض الناس أقلية قوي قوي اللي بيجيلهم حساسية في الفم، فدي عايزة أقول لكم نادر حدوثها يعني.